بعد ما تفورات لينا السفة كما كتلاحظوا، كناخدو الماء اللي كيكون سخون وكنخويه ليها من الفوق. ما تخافوش من النار، ما كتعجنش ما والو، كنديرو عليها الماء سخون. ومن بعد كنخويوها في القصرية وكنخليوها حتى كتشرب مزيان، حتى كتشرب الماء مزيان اللي ضفنا لها. ومن بعد كنضيفوها تاني في الكسكاس ونديروها تفور. من بعد ما فارت الفورة الثانية كنرشوها بالماء والملحة. انا الماء عندي عادي بارد، ما يعني من السقايه ماشي الماء طايب. في الاول درنا ليها الماء طايب ودابا نديرو لها غير الماء والملح، الماء عادي كما كتلاحظوا. كنرشوها بالماء عادي، راه ما معجنه ما حتى حاجه، صراحه كتجي غزاله. واللي كتعجن ليها السفات تبع الطريقه الصراحه راه كتجي غزاله، كتجي مفركه ما كتجيش معجنه، كتجي رائعه. كنرشوها بالماء والملحه وكنخليوها تزيد تشرب واحد شويه. كتجي رائعه. هنا بالنسبه للدغميره، من بعد ما طاب لينا الدجاج كنحيدوه وكنخليوه هنا الدغميره تزيد تدغمر مزيان. الدجاج كما كتلاحظوا من بعد ما طاب كنحيدوه وكنحاولوا نقطعوا القطع اللي هي صغيره. صراحه كيجي بنين بهذاك المعلقه ديال السمن اللي فيه، كيجي غزال. نقطعوا الدجاج لطريفات صغار وكنخلطوه مع ديك الدغميره من بعد ما كتعسل لينا مزيان. وكنحاول نخلطو مع هذاك الدجاج. الصراحه كتجي بنينه. ما شهيتكم فيها وسمحوا لي اللي شهيتو يسمح لي، صراحه كتجي رائعه. وهنا السفه من بعد ما فورات الفوره الثانيه كما كتلاحظوا راه مفركه. وهنا عندي واحد المكون اللي هو صراحه اساسي كيجي رائع في السفه. عندي معلقه ديال الحليب المجفف، وعندي معلقه ديال الزبده، وعندي كميه ديال الزبيب. كنضيف الزبده على السفه مزيان باش كتدخل فيها هذيك الزبده. وبالنسبه للمعلقه ديال الحليب المجفف كيعطي واحد الطعم رائع، وكتجي السفه بنينه بهذاك الحليب المجفف، كتجي رائعه. وكنحاول ندخل مزيان هذيك الزبده والحليب المجفف في السفه كما كتلاحظوا راه كتجي مفركه وغزاله ما معجناش. وبالنسبه للزبيب كنحطو في الكسكاس من التحت باش كيفور، وكنضيف عليه وكنضيف السفه من الفوق. راه كتجي غزاله، واغلبيه كتجيهم السفه معجنه، وبهذه الطريقه راه كتجي رائعه، كتجي مفركه وتجي غزاله. نتمنى ان شاء الله تجربوا الطريقه ديالي وتعجبكم.
وما تبخلوش عليا بالكومنتيرات ديالكم، فضلا منكم وليس امر، باش نزيد نتشجع اكتر ونعطي اكتر ان شاء الله يا ربي. وهنا كنحطوها تفور واحد شويه لان طايبه، خصها غير تفور شويه. ومن بعد ما فارت هنا كما كتلاحظوا نحاولوا نحلوها مزيان باش كتبرد شويه، وكندمجوا الزبيب مع السفه. ما تخافوش منها، راه كتجي غزاله وكتجي مفركه. السفه ديالنا من بعد ما بردناها شويه. وهنا للتزيين عندي القرفه والسكر كلاصي، وعندي اللوز مهرمش، وعندي اللوز وشويه ديال القرقاع. وكل واحد كيزين بالطريقه اللي بغا المكونات اللي موجودين عنده في الدار. كما كتلاحظوا الصفاره كتجي غزاله. هنا كناخذ واحد المول، المهم كل واحد كيدريسي على حسب كل واحد واشنو بغى. انا خديت هنا واحد المول وكنحط الصفه من التحت. تبارك الله ما شاء الله، المغربيات راه ما شاء الله عليهم. هاي كنبغي نشارك معكم الاطباق ديالي. راه تبارك الله اي امراه مغربيه كتدخل الكوزينه راه كتعطي تبارك الله الكثير.